Hello, grade 4. Are you ready to our session today? جاهزين يا حلوين نكمل مع بعض النهاردة حل الاكسرسايز للتست شيتس. يلا بينا يا جميل. عندنا النهاردة work sheet number 4 ويبدأ معايا ب question number 1 complete. قلنا ركز معايا يا بطل واقرا السنتنس صح، وكمان اقرا السؤال question عايز مني ايه، بيقول ايه، عشان اعرف اجاوب الاجابة بتاعتي مظبوطة. اوكي، ركز طلع الإجابة اللي هو عايزها مش اللي انت عايز تقولها. اوكي، example number 1 يقول لي the nervous system consists of brain, spinal cord and nervous. اوعى تنسى nervous system consists of brain in the skull, spinal cord in the backbone and nervous. اوكي، هنا هنكتب بس النيمز بتاعتهم خلاص، بس انا كنت بفكر بمكانهم فين. وبالنسبه للنيرفس هي distributed all throughout the body. وبالنسبه للنيرفس فهي distributed throughout هنا consists of brain, okay, spinal cord and nervous أكيد. okay طيب اللي number 2 we write what is the following sentence refers to. زي سؤال write the scientific term. نقرا الفزورة يلا بينا. يلي the property that enables bats to locate their prey. ايه هي البروبرتي دي بقى يا ترى؟ قالك باتس بيستخدم بروبرتي عشان يقدر يحدد مكان البري. ايوه يا ميس، هي الايكو لوكيشن. لوكيشن. طب ميس انا امتى اقول ايكو بس؟ امتى اقول ايكو وامتى اقول ايكو لوكيشن؟ بص، ايكو لوكيشن لما يقول لك بروبرتي تو لوكيت ذير بريز، يبقى ايه البروبرتي دي عشان اقدر الاقي الفريسه بتاعتي، فتبقى دي هي الايكو لوكيشن. خلاص، لكن امتى اقول ايكو دي لما يقول لي it's the bouncing back of sound waves. اول لما يقول لك اهو، بص كده انا هكتبها لك هنا كنوتس عشان تبقى عارف وتقدر تميز بين الاثنين. اوعى تكون فاكر لو كتبت كلمه ايكو هيعملها لك صح، لا خلاص. فهنا السؤال بتاعنا اجابته ايكو لوكيشن، غلط تكتب ايكو. طب انا امتى اكتب ايكو؟ لو حضرتك كاتب لك اتس، اكتبها معايا عشان تبقى عارف. اتس ذا bouncing. اتس ايه؟ the bouncing back of sound waves. خلاص، لو قال لي كده هكتب ايكو. it's the bouncing back of sound waves. خلاص، لو قال لي السنتنس دي يبقى دي كده ايكو. تمام. طب السؤال اللي بعده يقول لي give reasons the Egyptian mongoose make sounds. يا ترى هما بيعملوا sounds ليه؟ يعني بيرحبوا بمين ولا بيعملوا ايه دول؟ هقول لك لا طبعا هما بيعملوا sounds دول to communicate with each other، عشان يتواصلوا مع بعض، عشان يتكلموا مع بعض، علشان كمان to move to search for food، عشان يبدأوا يدوروا على الأكل ويدوروا على ايه؟ على الغذاء بتاعهم. خلاص، يبقى هنا تاني ليه why mongoose make sounds to communicate. يلا نكتب الانسر. to communicate. يعني ايه communicate؟ يتواصلوا، يقدروا يتواصلوا مع بعض with each other. with each other. okay, and to move to search for food. اوكي طيب، عندي السؤال نمبر 4 what happens if owls don't have large ears. بيقول لك تعالى نخمن مع بعض كده. يلا جس، فكر كده معايا. لو الاولز دي ما عندهاش ودن كبيرة تسمع بيها كويس هيحصل ايه؟ لا يا ميس دي كده هتبقى عبيطة ونقول عليها ايه؟ نايمة على ودانها ومستمعة حاجة وعاملة زي الأطرش في الزفة كده. امال ايه الموضوع بقى؟ هيقول لك they can't detect
the movement of far away breeze. يعني breeze تبقى موجودة جنبها شوية كده، تبقى بس هي بتكون طبعا بعيدة عشان الأولز بتكون واقفة على الشجرة، والماوس أو الرات والحاجات اللي هي بتاكلها دي بتبقى تحت بقى بتجري كده في الأرض، فمش هتبقى سامعاها. لو هي ما عندهاش ودان كبيرة مش هتبقى سامعاها. خلاص، يبقى تاني هنقول ايه؟ they can't detect. يعني ايه مس كلمة detect؟ يعني تحدد، مش هتعرف تحدد، مش هتعرف اصلا ان في حاجة موجودة مش سامعاها. يبقى they can't detect the movement of far away ايه؟ breeze. خلاص، far away breeze دي يعني ايه؟ اللي هي الفريسة اللي بتكون بعيدة. خلاص، far away breeze، far away breeze. طيب نمبر 5 هو آخر سؤال في التست ده. mention one function of the brain in the human body. ده أنا بصراحة شايفة إن هو زي جفت كده لينا في التست ده. السؤال الجميل ده بيقول لي what is the function of the brain؟ brain what is the job of the brain in the human body؟ brain أيوة it's the main control center of the body. هو المتحكم في كل حاجة في جسمي، صح ولا لأ؟ هو اللي بيخليني أعمل كل الأوردرز اللي بعملها دي. خلاص، يبقى تاني the brain it's the main control center in the body. اوكي بكده نكون خلصنا تيست نمبر 1. يلا يا جميل ندخل على تيست نمبر 2. هنا بقى عندنا في تيست نمبر 2 question number 1 complete the following sentence. Examples of nocturnal animals include nocturnal animals, the animals active at night. Yes, include bats and owls. برافو. طيب السؤال نمبر 2 عندي write what the following sentence refers to. what يبقى ايه السؤال ده؟ انا مش فاهم. اقول لك ليه مش فاهم بالراحه. بيقول لي write what the following sentence refers to. معناه ايه ده؟ معناه write the scientific term. ايه الفزوره بقى بتاعتنا دي؟ يلا بينا نشوف. يقول لي the main control unit in the human body. اول ما نشوف main control يبقى مين على طول؟ ايوه سامعاك شطور. the brain على طول. main control يبقى مين؟ brain. طيب question number 2 give reasons bats can locate their prey in the dark. ليه بقى ان شاء الله؟ علشان الباتس دي بتشوف مثلا كويس؟ لا طبعا، خد بالك الباتس in the dark can't see كلير، مش هتعرف تشوف بوضوح. ممكن مثلا تبقى شايفه بس حاجه في هنا حاجه، بس ايه الحاجه دي مش شايفاها ومش مميزاها. فاهميني؟ فهي في in the dark depend on echolocation. so because they depends on echolocation and it has super sense of hearing. يبقى تاني هو depend on echolocation، طبعا بيعتمد على الايكولوكيشن. خلاص why to detect its prey in the dark. خلاص عشان يقدر يحدد مكان its prey location in the dark، يعني يقدر يحدد مكانهم في الضلمة. يبقى because they depends on echolocation and has super sense of hearing. وكمان هو بيسمع كويس قوي عشان يقدر يستقبل طبعا الايكولوكيشن ده. طب اللي بعده السؤال نمبر 4 بيقول لي what happens if
هيحصل ايه؟ nervous are not part of the human body. يا نهار ابيض. بيقول لك تعالى نتخيل مع بعض كده ان النيرفس ده مش جزء من جسم الانسان. ما فيش حاجه اسمها نيرفس في جسم الانسان. هيحصل ايه؟ هقول لك بص، تعالى نفكر واحده واحده. هو النيرفس اصلا بيبقى مسؤول عن ايه؟ هو send messages او carry messages from brain to spinal cord and vice versa. فلو حصل والنيرفس ما بقاش موجود يبقى الحاجات دي مش هتحصل، صح ولا لا؟ يبقى the messages can't be sent between brain, spinal cord and body parts and طبعا ايه vice versa. يبقى تاني عندي هنا لو النيرفس دي ما بقتش موجودة absent، ايه اللي هيحصل؟ the messages can't be sent between brain, spinal cord and body parts. Okay, and vice versa. يبقى هنا هقول ان النيرفس طالما هو هيكون absent مش موجود، النيرفس مش هتكون موجودة، النيرفس مش هتكون موجودة، فساعتها the messages can't be sent between brain, spinal cord and body parts and vice versa. وكمان مش هيحصل ان ال body parts receive message و send to the spinal cord and send to the brain. فمش هيحصل communication، يعني مش هيحصل تواصل ما بين ال parts لل nervous system. وطبعا ال body ده can't receive, send and reaction and react with the environment. خلاص. Question number 5 mention one function of the spinal cord in the human body. يعني بيسألني what is the job, what is the function of spinal cord. ايه بقى دور spinal cord؟ spinal cord it carries messages from the brain to the body parts and vice versa. يعني هو بينقل المسجات من عند البرين لكل أجزاء الجسم، ومن كل أجزاء الجسم توصل لفين؟ للبرين. خلاص، يبقى هو الموصلات ما بينهم. يبقى السباينال كورد it carries messages from the brain to the body parts and vice versa. اوكي، طيب يبقى دي كده الفانكشن اوف ايه؟ سباينال كورد. خد بالك. طيب كده نكون خلصنا تيست نمبر 2. يلا يا كتكوت يا صغير نكمل تيست نمبر 3. عندي هنا بقى تيست نمبر 3. Number 1, complete the following sentence. Among the animals that have the ability to locate their prey by echolocation. أنهي animals اللي بيستخدموا echolocation؟ عندي bats and dolphins. bats and dolphins. اوكي، يبقى bats and dolphins. okay, bats in the air and dolphins in the water. Right, what is the following sentence refers to? بيقول لي nervous that connect directly to the brain. nervous that connect directly to the brain، على طول مفيش اي حاجة في النص ما بينهم، من النيرفس على طول للبرين. مين انهي نيرفس ده؟ احنا خدنا السبيشال اللي بتتوصل على طول بمين؟ بالبرين. مين هي النيرفس اوف nervous of eyes. nervous of of eyes. اوكي، طيب عندي سؤال give reason. يقول لي give reasons. animals that live in hot areas are
active at night. يا ترى ليه الانيمالز اللي بتlive in extremely hot places دي active at night؟ why اشمعنى يعني؟ قال لك because the best time because the best time to look for food is night time when it is cooler and its prey become available. يعني ايه؟ بيصحوا بالليل يدوروا على الاكل بتاعهم. ليه؟ علشان بالليل بيكون الجو بارد كده وفيه برودة طراوة، صح؟ بعيد عن اشعة الشمس والحر الجامد قوي ده. وكمان بيلاقوا الفريسة بتاعتهم صاحية بالليل. خلاص؟ يبقى because the best time to look for food is night time. Okay? When أيوة بقى when it is cooler and its breeze become available. خلاص؟ يبقى تاني because the best time to look for food is night time when it is cooler and its breeze become available. Okay? Question number 4. What happens if animals can't locate their prey؟ بيقول لك هيحصل ايه لو الانيمالز ما يقدروش يحددوا مكان البريز بتاعتهم؟ يبقى اكيد مش هيعرفوا يصطادوها. سهلة خالص. يبقى they can't hunt their prey and can't eat food. صح؟ يبقى they can't hunt their prey and can't get food. ومش هتقدر ان هي طبعا تلاقي اكلها. يبقى they can't hunt their prey and can't get food. اوكي؟ طيب السؤال نمبر 5 يقول لك ايه؟ mention one function of nervous in the human body. يعني لو سمحت بعد اذنك اديني function of nervous. يا ترى ايه هو دور النيرفس in the human body؟ طبعا they carry messages from the brain to the spinal cord and the body parts and vice versa. يعني النيرفز تنقل المسجات من البرين للسباينال كود ومن السباينال كود للبارت اوف بارتس اوف ذا بودي، والعكس، ومن البارت اوف ذا بودي تو ذا من السباينال كود and to the brain. اوكي؟ يبقى they carry they carry messages from brain to the spinal cord and body parts and vice versa. Okay, يبقى they carry messages from brain to the spinal cord and body parts and vice versa. اوكي؟ طبعا لازم نحفظها كويس قوي عشان مهمة جدا. اوكي؟ كده نكون خلصنا تيست نمبر 3. يلا يا حلوة علشان ندخل على ويك نمبر 5. يلا بينا يا كتكوت يا صغير نكمل مع بعض ويك نمبر 5. عندنا هنا question number 1 يقول لي complete the following sentence. The brain is part of the dot system. brain part of the nervous system. برافو عليك. nervous system nervous system. برافو. طيب question number 2 write what the following sentence refers to. A property used in a blind people can to help them
detect their surroundings. يعني بيقول لي يا ترى ايه هي البروبرتي اللي بيعتمد عليها الراجل اللي مش بيشوف علشان يعرف يتعرف على الحاجات اللي بتكون موجودة حواليه ويعرف ان اوريدي اصلا في حاجة موجودة جنبه. ايه هي البروبرتي دي؟ اسمها ايه؟ شطور، اسمها ايكو لوكيشن. ايكو location. شطور، برافو. طيب point اللي بعديها question number 3 give reasons. humpback whales sing underwater. يا ترى بقى اللي مزاجه رايق وبيغني ده بيغني ليه؟ بيغني كده وخلاص؟ قالك لا طبعا، بيغني ليه؟ ايوه to communicate with each other، عشان يعرف يتعرف ويبدأ يتواصل مع صحابه الويلز. اوكي، يبقى why to communicate. قلنا communicate لكي ايه؟ يتواصل. communicate اوكي with each other. اوكي، وسامحني لو خطي وحش. هاي عندي سؤال نمبر 4 what happens if the Egyptian jerboa doesn't have a long leg. بيقول لي تعالى نفكر مع بعض كده، لو الجربوع ما عندوش رجلين طويلة طب هيحصل ايه؟ اكيد كده مش هيعرف ينط كويس بسرعة، ولا هيعرف يهرب من الدينجر، الخطر اللي بيتعرض له. دي حقيقة فعلا. يبقى هنقول ايه؟ it can't jump long distance to run away quickly from danger. اوكي، يبقى هنا it can't jump. احنا طبعا عارفين ان هو not move jump long distance to run away from danger. ثواني danger. اوكي، يبقى it can't jump long distance to run away from danger. اوكي، طيب سؤال نمبر 5 وده repeat again على فكرة من التيست اللي قبليه. بيقول لي mention one function of nerves in the human body. repeat again. يبقى حتى لو انا ما كنتش حافظه قبل كده فمع التكرار يعلم. شطار، برافو عليكم. يبقى انا عندي what is the function of nerves in the human body. they carry messages from brain to spinal cord and body parts and vice versa. يبقى تاني they carry messages from the brain to spinal cord and body parts and vice versa. اوكي، يعني والعكس صحيح. خلاص، يبقى they carry messages from the brain to spinal cord and body parts and vice versa. اوكي، كده نكون خلصنا تيست نمبر 1. يلا يا بطل، خلاص هانت. تعالى على تيست نمبر 2. كمان يلا بينا بقى يا كتكوت يا صغير، نبدأ مع بعض تيست نمبر 2. عندنا هنا question number 1 وبيقول complete the following sentence. Number 1 the dot is like the command for human body. يعني ايه؟ يعني مين الآمر الناهي في جسمنا؟ مين المسؤول عن الكنترول؟ ايوه مس، ايوه سمعتك قلت ايه؟ brain. That's right, brain. Number 2 write what the following sentence refers to. Write scientific term. Now, the time is taken for the body to react to different information such as danger. Time. This is
reaction time. برافو عليك. reaction time. احنا ما خدناش غير time واحد بس، هو مين؟ reaction time. اوكي، reaction time. reaction time. يلا اللي بعده number 3 give reasons. A blind persons can detect their surroundings. ازاي ال blind persons دول بيقدروا يحددوا ان في حاجات موجودة حواليهم؟ بيعرفوا مكانها ازاي؟ طبعا هما ما بيشوفوش. طب ازاي بقى نتصرف في الوضع ده؟ ازاي نساعدهم علشان يعرفوا يحددوا الحاجات دي موجودة حواليهم وقريبة منهم بعيدة وهكذا؟ فقال لي because blind person use a special can which change echo into vibration to tell blind person where object around him. يعني ال blind person بيبدأ بيستخدم عصاية كده. العصاية دي مش زي أي عصاية، يعني بتساعده إن هو يبدأ إن هي العصاية دي اللي هي السبيشال كان دي produce echo sorry produce sound والsound ده بيبدأ يترافل وبعدين يريتيرن يرجع تاني as ايكو. ولما بيرجع الايكو ده طبعا السبيشال كان دي فايبريت، تبدأ ان هي تهز كده، فساعتها الشخص ده يعرف ان في حاجة موجودة جنبه. خلاص، فطبعا هو مكفوف، هو مش بيشوف، فلازم يبقى ايه depend on other sense. يبقى هنا دلوقتي هنقول ايه الإجابة السؤال ده because blind person. والسؤال ده مهم على فكرة ولازم تبقى فاهمه كويس. يبقى because blind person use special can which change echo. السبيشال كان دي بتغير الايكو على فكرة، عشان الانسان اصلا ما بيسمعش الايكو. فهنعمل ايه؟ هيبدأ ايه؟ لازم يتحول للفايبريشن عشان الانسان يحس بيه. خلاص، هيبقى ايكو into vibration to tell blind person where objects around him. اوكي، طيب السؤال اللي بعده what happens if. طبعا احنا طاغينا عليه، بس لازم تاخد بالك منه، واحد تبقى مش شايفه او مش واخد بالك منه. هنا بيقول لي a zebra doesn't have an ear يا نهار ابيض that is sensitive to sound. تعالى كده نخمن مع بعض ان الجربة ما عندهوش ودان يسمع بيها كويس والصوت، يعني تبقى ودانه مش حساسة، يعني not sensitive ears. نقول عليه زي ما بيقولوا ودانه تقيلة، نايم على ودانه كده، صوته بيسمع الصوت يعني قريب منه قوي، لكن ما يسمعش الصوت مثلا البعيد عنه. ايه اللي هيحصل يعني لو الجربة بالوضع اللي احنا بنقول عليه ده؟ ايه اللي هيحصل؟ فكر كده معايا. ايوه، برافو عليك. الاجابة بتاعتنا هتكون it can't hear the movement of predator so it can't jump and run away from danger. يعني بيقول لي ان هو مش هيبقى سامع الحركة البريديتورز اللي حواليه، فبالتالي مش هيجري ومش هيعرف يهرب من الخطر ده، وهيبقى زي ما تقولوا لقمة سهلة لأي danger في المكان اللي عايش فيه الجربوة ده. خلاص، هيبقى كل ما نهب ودب، كل اللي فينيك فوكس بقى، سنيك، هوك، اي اول، اي حاجة بقى، اي انيمال بقى موجود في الديزرت
يروح مصطاده، يروح ايه واكله، ما هو بقى ايه عبيط ومش سامعه. خلاص ده لو يعني، بس طبعا الكلام ده مش بيحصل عشان احنا عارفين ان الجربو has long and sensitive ears. اوكي طيب السؤال اللي بعده بقى مهم جدا، واحده واحده نفهم. يقول لي ايه mention one function of nervous system in the human body. طبعا السؤال ده مهم جدا وليه مش 3 points، لا ده 4 points كمان ممكن نكتبهم عليه. هو طالب مني بس واحدة، فأنا هكتب لك 4 اللي تعجبك اكتبها. خلاص يبقى أنا بديك كذا اوبشن، أنت ذاكر ايه اللي تبقى سهلة عليك. يلا بينا، هاي يلا يا جميل. يبقى هو بيقول لي عايز يعرف وظيفة ودور ايه النيرفس. ايه هي دور ووظيفة النيرفس؟ بيعمل ايه النيرفس؟ بص كده انا عندي مثلا نمبر 1، هعمل بس كده ايه لاين كده اجابة النمبر 5 اهي. عندي نمبر 1 8 gather information from the environment. خلاص عندي كمان ممكن نمبر 2 it translates information. Okay, it translates information through the brain. كمان nervous system بيساعدنا على ايه؟ it tells the body what to do. ساعدني اعرف جسمي كده ايه اللي هيحصل، يعني يعمل react respond يبدأ يستجيب. خلاص كمان it helps the body to avoid danger. اوكي يبقى انا دلوقتي عطيتك ايه 4 points ممكن تكتبهم او تكتب منهم واحده بس. انت هو قايل لك mention one function، فانت ممكن تكتب واحده من الاربعه دول. it gather information from the environment، بنجمع المعلومات من البيئه اللي حواليه طبعا by using sensory organs. و number 2 it translates information through the brain، البرين بيقعد يمخمخ كده translate processes this information. وطبعا number 3 nervous system كمان it tells the body what to do. كمان nervous system بيكون مسؤول انه بعد ما وصلت المسج للبرين يبدأ ان هو يبدأ يفهم اللي هيحصل، وبيبعت ريسبوند، يبعت استجابه سند مسج للاورجنز، يبدا يبعت مسجات للاورجنز اعضاء جسمنا عشان يبدا ايه يستجيب للموقف اللي حصل ده. كمان كده النيرفس سيستم بيساعد جسمي ده على ايه to help the body to avoid danger، عشان يخليني ابدا احمي نفسي من اي خطر ممكن اتعرض له. خلاص يبقى طبعا الكلام ده احنا قلنا اتكلمنا عن النيرفس سيستم اللي بيكون موجود في الماملز. خلاص تمام. يبقى انت طبعا في السؤال نمبر 5 مش هتكتب كل اللي انا كتبته ده، ممكن تكتب واحده بس، وبس تبقى اكتب واحده تبقى سهله عليك وتبقى صح. ماشي ما تطمعش تبقى تحفظ كل دول. اوكي طيب كده نكون خلصنا تيست نمبر 2. تعالى بينا بقى على تيست نمبر 3. هنا في تيست نمبر 3 first question عندي complete the following sentence dots send messages to the brain. يا ترى مين اللي بيبعت المسجز to the brain؟ هو النيرفس الأعصاب. بعدين بيقول لي write what the following sentence refers to، يعني write scientific term. اوكي بيقول لي organisms communicate with each other through the sense of smell. مين الانيمالز اللي communicate with each other by smell؟ yes ants. اوكي ants اللي هما الايه النمل. عندي question number 3 يقول لي give reasons the Egyptian jerboa jumps quickly when it senses danger.
يعني بيقول لي الجربوع ده أول لما بيحس بخطر بيطلع يجري فريرة. لا ما بيجريش، jumping، بينط بسرعة جدا in zigzag pass، اوعى تنسى. طب إيه ازاي ومين اللي بيساعده على الموضوع ده؟ قال لي because it has long hind legs that make it jump for long distance quickly. صح ولا لا؟ يبقى الرجلين الورانية دي اللي ورا دي هي بتبقى طويلة، وهي اللي بتساعده ان هو يعرف ينط بسرعة جدا علشان يهرب من الدينجر. اوكي، يعني يبقى انا عندي هنا الانسر. يلا بينا. طبعا قلنا سؤال give reason نبدأ ب because أو to or due to، أي واحدة من التلاتة، طبعا مش تلاتة مع بعض، واحدة منهم. because it has long hind legs okay that make it jump for long distance. خلاص، وده طبعا اللي بيساعده ان هو يقدر يتحرك ويجري وينط بسرعة والمسافات طويلة. long distance. اوكي، long distance يعني مسافات طويلة. يبقى because it has long hind legs that make it jump for a long distance. اوكي، طيب point number 4. what happens if humpback whales can't sing underwater؟ تخيل معايا ان الهامباك ويلز ما يعرفوش يغنوا تحت المية، هيحصل ايه؟ طبعا يعني مش مودهم مش هيبقى وحش، لا للاسف الشديد can't communicate with each other، مش هيعرفوا يتواصلوا مع بعض. اوكي، يبقى answer هنا يكون can't they can't communicate. احنا قلنا كمان communicate معناها يتواصل. can't communicate with each other. okay, they can't communicate with each other. طيب question number 5. mention one function of the can used by a blind person. يا ترى السبيشال كان ده دوره، وظيفته، بيعمل بيساعد البلايند بيرسون على طبعا بيساعده انه يقدر يعرف ان في حاجات حواليه ولا لا. طب ازاي يعني؟ بيقول له بيجي وشوشه في ودانه ويقول له خلي بالك في ترابيزه جنبك، خلي بالك مش لا طبعا. يقول لي ان السبيشال كان دي كان يعني فايبريت، تبدأ ان هي تتهز. طب ازاي الموضوع ده بيحصل؟ it helps blind person to walk safely، يعني عشان يعرف يتحرك بأمان. by change echo into vibrations to tell the blind person where objects around him. يبقى السبيشال كان دي اول لما يكون في حاجة قريبة من الشخص ده بتبدأ تتهز عشان تعرفه خلي بالك في كده حاجة قريبة منك. بس كده خلاص. يبقى it helps the blind person to walk safely by change echo into vibrations to tell blind person where objects around him. خلاص. يبقى تاني it helps the blind person to walk safely by change echo into vibrations to tell blind person where objects around him. يبقى البلايند بيرسون ده بيستخدم السبيشال كان عشان تساعده ان هو يقدر يعرف ويحدد مكان الحاجات اللي بتكون حواليه. خلاص، بس كده نكون خلصنا كل الورك شيتس.
لحد ويك نمبر 5. عايزاك تذاكر كويس يا بطل، كده انت خلاص مفيش اي حاجة ناقصاك، واشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.